السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. فوائد الفحم للدواجن: هل الفحم مفيد فعلا للدواجن، ولا الناس دي يعني بتقول أي كلام وخلاص وبيضحكوا علينا وبيقعدوا بقى يدخلوا علينا بقى خيارات جديدة وأدوية جديدة وحاجات كده؟ ولا فعلا الفحم ده حاجة عظيمة ومهمة لزيادة الإنتاج أو للوقاية من الأمراض، خصوصا الوقاية من الأمراض؟ خصوصا الوقاية من الأمراض الفحم له فوائد كتيرة جدا هنتكلم عنها، وهنقول لك برضو ازاي تستخدمه وتاخد منه أفضل تأثير سواء للوقاية أو للعلاج، علاج الكثير من الأمراض المزمنة والصعبة، لأن في أمراض بتتكرر عند الطيور وفي أمراض مش بتسيبهم وبتبقى موجودة لفترات طويلة. الفحم هيعالج المشاكل دي كلها وهيساعدنا بنسبة كبيرة جدا على الحفاظ على الإنتاجية عندنا وصحة الطيور. قبل أي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول عن طريق إشعارات مباشرة ليك من يوتيوب. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. في الأول هنقول لك الفوائد العامة للفحم. الفوائد العامة دي علشان حضرتك تبقى متعرف على المادة دي اللي احنا بنقدمها للطيور، وبعد كده هنقول لك ازاي تستخدمه سواء للوقاية او للعلاج. الفحم ده مطهر طبيعي وفعال جدا لجسم الطيور، بينقي الجهاز الهضمي والدم من تراكم السموم او البكتيريا او غيرها. يعني حضرتك لو الطيور بتاعتك بتعاني من اي حاجة من الحاجات دي كلها، سموم، بكتيريا، الجهاز الهضمي مش بينضف، يعني محتاج تطهر معدة الطائر وتطهر دم الطائر، تستخدم الفحم على طول. لكن طبعا مش بأي طريقة، بالطريقة اللي هنقولها لك ان شاء الله في اخر الفيديو. ان شاء الله هنقولها لك بالتفصيل وبدقة اخر الفيديو، لكن تعرف معايا على باقي فوائد الفحم. الفحم بيعتبر علاج لتسمم الطيور الناتج عن اكل الحبوب الفاسدة او اي يعني سموم فطرية مثلا موجودة في العلف. تمام؟ وطبعا دي بتعمل اسهال بالنسبة للطيور، بتعمل اسهال حاد للطيور بتاعتنا. تمام؟ ومفيش اي علاج معروف للموضوع ده غير الفحم. تخيل، يعني مفيش علاج للموضوع بتاع السموم الفطريه ده الا الفحم. الفحم هو العلاج المنتشر وبيتعمل منه ادويه. تمام؟ الفحم برضو بينقي ويطهر الطحال والكبد وغيرها من اعضاء الجسم من تراكم السموم فيها. الفحم برضو بيعتبر علاج فعال للدواجن في حالات الادويه الخاطئه او الجرعات الزائده، لانه بيمتص كل ده وبيطرده خارج الجسم فورا. وبيحدث طبعا تراكم للسموم داخل جسم الدواجن مع مرور الايام من عوامل مختلفه، والفحم هو اللي بينقي ويطهر الجسم بتاع الطائر بطريقة فعالة وآمنة. وكمان من الفوائد الجبارة جدا للفحم انه بيمنع اصابة الدواجن بمرض الكوكسيديا، وده بيزود انتاج البيض اللي عندنا او حتى انتاج اللحوم. والفحم برضو بيطرد الديدان سواء من امعاء الدواجن او من جسم الدواجن. وبرضو لما بتقدم الفحم للدواجن بيعمل على تقليل نسبة الامونيا في فضلات الدواجن. تخيل بيوصل لحد فين؟ بيقلل نسبة الامونيا في فضلات الدواجن. وبرضو تقديم الفحم للدواجن بيزود من سماكة قشرة البيض. انت شايف الفوائد قد ايه، وقوته، قوه قشره البيض برضه وقوه البيض نفسه. تمام؟ وبيزود من عمر الدواجن نفسها واستمرارها في الانتاج. فوائد جبارة جدا 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 وكتيرة جدا بنحصل عليها ونتحصل عليها من خلال الفحم. طيب ازاي نقدم الفحم للدواجن؟ ممكن نقدمه للوقاية، وممكن نقدمه برضو كغرض العلاج، وبرضو في موانع للتقديم. يعني ايه؟ يعني ظروف معينة ما ينفعش تقدم فيها الفحم. هنبدأ مع بعض بموانع التقديم وبعد كده اقول لك ازاي الوقاية والعلاج. مش بنقدم الفحم خالص في وقت تقديم اي دواء للدواجن، لانه بيمتص الدواء وبيطرده مع اي شيء للخارج. شايف قد ايه قوي؟ تمام؟ ما دام في دواء انت كده ما ينفعش تقدم فحم، لانه هيضيع الدواء وهيضيع تاثير الدواء. وبرضه يمنع تقديم الفحم للدواجن في وقت تقديم الفيتامينات او المكملات الغذائيه او الاملاح المعدنيه لنفس السبب برضه. ولا يتم تقديم الفحم للدواجن في ايام التقديم بتاعه ايه الحاجات اللي احنا بنستخدمها لعلاج امراض اخرى،
حتى لو الحاجات دي مثلا ايه مش ادويه ومش فيتامينات ولا مكملات. يعني انت لو بتعالج الطائر مثلا بحاجه طبيعيه، تمام، ما تستخدمش الفحم. عالج الاول الطائر بالحاجه الطبيعيه دي وبعد كده استخدم الفحم براحتك، تمام. تعالى بقى نخش على موضوع ازاي تستخدمه للوقايه وازاي تستخدمه للعلاج. تمام، هنقول الاول العلاج. علشان تعالج باستخدام الفحم مثلا في علاج الاسهال بيتم تقديم الفحم للدواجن من مده 3 ايام ل 15 يوم حسب كل حاله وحسب شده المرض. دي بقى تقديريه من حضرتك، او لو عايز تسال طبيب بيطري اساله، تمام، على حسب شده الحاله وشده المرض. وبرضه بيستخدم في علاج الامساك، الاسهال والامساك مع بعض. وبيقدم في علاج الامساك مع الخضروات اللي بتعمل كملين لمدة 3 أيام وبرضه حسب شدة المرض. وبرضه بيستخدم في علاج التسمم نتيجة الدواء أو الأغذية الخاطئة، ويقدم الفحم في الحالة دي 3 أيام لحد أسبوع، من 3 أيام لأسبوع حسب الحالة برضه. وبيفضل تقديم قطع صغيرة من التفاح أو الجرجير أثناء الموضوع ده. وأنت بتقدم الفحم في علاج التسمم بتقدم معاه جرجير أو تفاح، والجرجير طبعا أرخص وأوفر بالنسبة لنا. وفي علاج الكبد برضه وتطهير الكبد بيتم تقديم الفحم 3 أيام، وتستطيع مد المدة لحد 30 يوم على حسب الحالة برضه. ده بالنسبة إيه للعلاجات والأمراض. لكن أنا شايف الاستخدام الأمثل للفحم هو الوقاية يا جماعة. تخيل يبقى معاك كنز زي ده له الفوائد دي كلها وحضرتك تستخدمه، بس ايه، حضرتك تستخدمه في العلاج بس؟ لا، ما تستخدموش في العلاج بس، استخدمه في الوقاية واستخدمه في العلاج برضه. تمام. ازاي بقى حضرتك تستخدمه في الوقاية؟ بيها طبعا انت لما بتحاول تقديم الفحم النباتي لوقاية الدواجن من الامراض وطرد السموم بتقدمه مرتين في الشهر، سواء مع غذاء الدواجن او لوحده. لكن يفضل انه يكون فحم مجروش صغير علشان الدواجن تعرف تبتلعه بسهولة. ويكون بنسبة قد ايه بقى؟ خد النسبة دي عندك واكتبها، بنسبة معلقة صغيرة لكل طائر. الموضوع بسيط خالص ومش معقد. معلقة صغيرة من الفحم لكل طائر مرتين في الشهر، وقاية ضد كل المشاكل اللي أنا قلتها لحضرتك. وقاية من السموم، وقاية من الإسهالات، وقاية من أي حاجة بتدخل الطحال أو الكبد، وقاية من الأدوية الخاطئة، وقاية من الكوكسيديا، وقاية من إيه، من الديدان، وقاية من كمان من زيادة نسبة الأمونيا في فضلات الطيور، ووقاية من ضعف قشرة البيضة، وقاية من الإنتاج الضعيف، وقاية من كل المشاكل دي. حضرتك بس هتعمل إيه؟ هتقدم معلقة صغيرة لكل طائر مرتين في الشهر. معلقة صغيرة لكل طائر مرتين في الشهر، مش أكتر من كده. هتاخد كل الفوائد دي، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لما تستخدم هذه الوصفة أو هذا العلاج هتدعي لنا بإذن الله، لأنه هيكون فعال معاك وهيكون سريع معاك وهيكون يعني إيه، هيقضي على مشاكل كتيرة جدا ممكن تصيب الطيور بتاعة حضرتك. تمام. استخدموا الفحم بالطريقة اللي انا قلتها، لانه هيكون مفيد جدا بالنسبة لكم في الانتاج او حتى في الحفاظ على صحة الطيور. وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليكم من اليوتيوب. ونشوفكم على الف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.